اتصل عليها مردتش. راح ركب عربيته بسرعة وراح على الشقة اللي هي قاعدة فيها. بعد ما وصل خبط على الباب. وقتها فتحت له وقالت: ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا دكتور؟ انت ازاي تمشي دلوقتي لوحدك؟ ها، افرضي يعني كان السواق حد مش محترم وعمل فيكي حاجة. لا ما تخافش، انا ابوي داعيلي ان ربنا يوقف لي ولاد الحلال، عشان كده انا بمشي وانا مطمن على روحي. خلاص بقى، ابى اروح اتكلم معاه واطلب منه يدعي لي انا كمان، اصلي محتاج ولاد الحلال قوي في حياتي. حضرتك كنت جاي هنا عشان تطمن عليا دلوقتي؟ ايوه، ما انت سيادتك ما كنتيش بتردي عليا، قلت اجي اشوفك وصلتي ولا حصل ايه. تمام، كتر خيرك. ممكن تمشي بقى عشان ما يصحش تبقى واقف كده في الوقت ده. خلاص تمام يا مريم، تصبحي على خير يا حبيبتي. مريم اتكسفت وبرقت. وقتها سهر وقفت وراها وقالت: ايه الحب اللي بعد الساعة 3 الفجر ده؟ هو مش المفروض ان احنا بالليل وكده ما يصحش يا مريم؟ مريم اتحرجت وقالت: انا مال، انا هو اللي جه، انا داخله جوه ماليش دعوه انا بيه. دخلت جوه. وقتها هو بص عليها بابتسامه لحد ما دخلت اوضتها. رجع بعينيه بص على سهر. انا ماشي. يا ريت يا دكتور والله، يلا سلام عليكم، طريقك اخضر. نزل سيف وهو محروج من سهر. ركب عربيته ومشي. تاني يوم في الجامعة، مريم خلصت محاضراتها وخارجة. شافت آسر واقف قدامها وبيقول بحدة: تعالي معايا. استغفر الله العظيم يا رب، انت عاوز مني ايه يا بني ادم؟ انت ما تروح لحالك بقى. سيف قرب منها: في حاجة يا مريم؟ لا ما فيش يا دكتور. مش يلا بقى نمشي؟ ماشي يلا بينا. جت تمشي معاه. آسر راح بكل حدة ومسكها من ايديها: انت رايحة معاه فين؟ وانت مالك يا بارد؟ مالك ومالنا؟ ما تروح لحالك بقى، ده انت بني ادم رخم، ارخم بني ادم شفته في حياتي. انت سبتيني يا مريم علشان خاطر ده؟ مالكش صالح. ما تحترم نفسك يا ياسر، هو انا عشان سكت لك هتسوق فيها ولا ايه؟ انت بني ادم مش محترم. ياسر نفخ بضيق واداله بوكس على اخوانه في وشه وخلى مناخيره نزفت. وقتها مريم قالت: انت اتجننت يا ياسر؟ ايوه اتجننت بسببك. تعالي معايا يلا يا بت انتي، بدل ما ايه يا ياسر؟ بدل ما هينك قدام الجامعه كلها. وقتها سيف اتكلم بحده والدم نازل على وشه: روح انتي استنيني بره يا مريم، يلا. مريم بعدت وبصت بصدمة، لقت سيف نازل ضرب في آسر. وقتها جريت عليهم بسرعة تبعدهم عن بعض. جه راجل الأمن وقال: اتفضلوا معايا كلكم على فوق، يلا على أوضة العميد. آسر بص لمريم ووشه كله جروح: والله ما هسيبك يا مريم، مش هسيبك. اسكت يا بابا عشان الكلام غلط عليك، الجروح اللي في وشك هتنزف أكتر. سيبيه يتكلم، أنا هورينا هعمل فيه إيه. دخلوا جوه مكتب العميد. العميد قال: في إيه بقى؟ ممكن أفهم؟ الأستاذ آسر كنت واقف بتكلم مع الأنسة مريم في أمان الله، فجأة لقيته ضربني بوكس في مناخيري قدام الطلبة يا فندم، ومرعاش حتى إني هنا دكتور مش طالب وعيل بلعب معاه. يا فندم الدكتور سيف كان بيطلب طلب مش لطيف من اللي اسمها مريم دي. المعروف عن البنت دي إنها كانت جاية محترمة، هو أنا كنت معجب بيها وكنت خلاص هخطبها، لكن للأسف قلعت كل ده وبقت بالمنظر اللي قدامك ده. وغير كده كمان بقت بتصاحب شباب وأخلاقها مش كويسة خالص، وبتطلب منهم حاجات قذرة. وكل ما أقول لها كده ما يصحش أو عيب، إحنا هنا في جامعة محترمة، تقوم تبجح وتزعق فيا وتهني قدام الطلبة. اللي حصل النهاردة إني سمعت الدكتور بيطلب منها حاجة قذرة جدا، رحت قلت له ابعد عنها يا سيف، بحكم يعني إنه ابن عمي. راح شاتمني بأبشع الألفاظ، قمت ضربه بالبوكس في وشه، قام نازل فيا ضرب بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. مريم بصت له بصدمة: ده كداب يا حضرة الدكتور، أنا بعمل حاجات عفشة؟ كيف ده ما بيقولش الصدق، بيتبلى عليا. أنا عملت إيه يا قذر؟ وربنا أنا اللي هاجي أضربك. وقلعت الكوتشي من رجليها واديته بيه على نافوخه. العميد قال: هاتي يا أنسة، أنت إزاي تعملي كده هنا في مكتبي؟ أنا هفصلك حالا من الجامعة. تفصلها إزاي يا دكتور؟ وهو اللي أساء ليها، المفروض اللي أساء اللي يتعاقب، يعني ده بعد إذن حضرتك. وانت معروف عن حضرتك انك عادل وبتحكم بالعدل، يعني انا المفروض اعمل ايه دلوقتي يا دكتور سيف وانا شايف بالمناظر دي؟ البنت بتضربه هنا في الجامعة قصادي بالكوتشي وما احترمتش وجودي حتى. هي ليها حق تدافع عن نفسها ببقها، وانا اللي اجيب لها حقها مش هي اللي تقوم تضرب. انا بعتذر عن رد فعلي يا دكتور، بس يا فندم هو اللي وترني ووصلني لحد كده. ارجوك تقبل اعتذاري ومن غير فصل من الجامعة. أنا اللي هسيبها وهروح بلدي كيف ما جيت، أنا مش هتحمل حد تاني يسيء أدب عليا.
أنا دلوقتي مش عارف أخد القرار. اعتذروا لبعض والموضوع يخلص، وإلا هيبقى فيها فصل. مفهوم؟ ممكن حضرتك تخرجها هي بره الموضوع، وأنا قابل أي عقاب حضرتك تؤمر بيه. تمام. جزا أسبوع يا دكتور على قلة احترامك للحرم الجامعي، وفصل ليهم هما الاتنين لو اتعاد اللي حصل ده مرة تانية. اتفضلوا. خرجوا التلاتة على بره. مريم سابتهم ونزلت بسرعة من على السلم وراحت ركبت تاكسي وصلها على المستشفى وهي منهارة. كانت رايحة تطمن على ميرنا. قعدت على الكرسي تعيط. سيف جه وقعد جنبها. انت بتعيطي ليه؟ انت فكرك ان في حد هيصدق الكلام اللي الحيوان ده قاله؟ مريم رفعت راسها وبصت له. لو سمحت يا دكتور، ممكن تسيبني لوحدي؟ اسيبك لوحدك ازاي وانت بتعيطي كده؟ يا دكتور الله يرضى عنيك، انا مش عاوزة حد يقول عليا هنه كلمة عفشة. محدش هنا يقدر يتكلم عليكي. انا ماشية واصل وسايبها لك. مريم اهدي، ما حصلش حاجة، انا جبتلك حقك خلاص. فجأة سمعوا صوت ورا سيف. سيف! لف سيف بصدمة وبص لقى أبوه. بابا؟ بص ناصر لمريم باستغراب ورجع بص لسيف. في ايه؟ والدم اللي على هدومك ده؟ سيف بص على الدم وبص على مريم. اصلي وقعت على مناخيري ونزفت، بس الحمد لله يا بابا انا بقيت كويس. مين البنت دي؟ دي مريم صاحبة ميرنا، كانت قاعدة معاها هنا فكانت بتعيط وانا كنت بهديها. مش هديتها؟ اتفضل خلاص روح شغلك. مريم وقتها بصت له بقرف ونزلت من المستشفى وراحت على البيت. وقتها سهر قالت: مالك يا مريم فيكي ايه؟ انتوا ليكوا 10,000 جنيه عندي صح؟ انا همضيلكم شيك بالفلوس دي وبإذن الله هرجعها لكم قريب قوي. انتي هتروحي فين يا مريم وتسيبيني لوحدي؟ مش كفاية ميرنا؟ أنا ما عدتش قادرة أقعد هنا، أنا لازم أمشي. راحت مريم على أوضتها وبدأت تلم هدومها ولبست الهدوم المبهدلة اللي كانت جاية بيهم من البلد. خرجت من الأوضة وبصت على سهر. كان نفسي أبقى الدكتورة مريم، بس الظاهر كده إني بصيت لفوق قوي. أنا ماشية يا سهر وأبقى بلغي سلامي لميرنا أما تبقى تروحي لها هناك وتشوفيها. أصلي ملحقتش أشوفها النهاردة. يعني انتي مصممة على اللي في دماغك ده يا مريم؟ أيوة مصممة. سلام يا سهر. وفتحت الباب ونزلت بشنطتها وركبت العربية وراحت على محطة القطار. فضلت واقفة تستنى القطر. لقت سيف جنبها بيقول: انتي عاوزة تمشي ليه يا مريم؟ مريم بصت له وضحكت بسخرية. واقعد ليه في مكان مش بتاعي يا دكتور ولا شبهي؟ لا بتاعك يا مريم، انا قلتلك اني بحبك وعاوزة اتجوزك. بقى مرت ما وشك اصفر قدام ابوك وقلت لحديد كلها كده مفهوش ولا كلمة واحدة صح عشان خاطر تداري انك على اني ايه؟ كملي. اني بحبك صح؟ انا فهمت الحب التاني مرة غلط وما عنديش اي استعداد اني افكر في اي انسان تاني. كفاية جو اللي حصل، كفاية اللي حصل من ابن عمك ومنك انت كمان. عن اذنك بقى سيبوني. انا هقول لابويا كل حاجة. هتقول له ايه؟ انت فكرك اني هصدقك تاني؟ واحد خلاني اشيل مواد والتاني هيتسبب في فصلي. يبقى امشي بكرامتي احسن. عن اذنك. سيف مسك ايديها. انا مش هسيبك تمشي، انا بحبك، قلتلك بحبك، يا ريت تفهمي كلامي ده كويس. لا انا مش بفهم خالص. القطر جه اهو. سلام عليكم يا دكتور. طلعت ركبت القطر اول ما وقف. وقتها طلع وركب قدامها. بصيت له بحده: انت ايه جايبك ورايا هنا؟ مش هسيبك، انا هروح معاكي البلد وهطلب ايدك من ابوكي. ابوي مش هيوافق على واحد جاي من غير اهله يا دكتور. انزل بكرامتك احسن لك. مش ماشي من هنا غير لما اقابل ابوكي. انا معاكي لحد الصعيد. موبايله رن فرد وقال: ايوه يا بابا. انت فين يا سيف؟ انا رايح الصعيد يا بابا، هوصل مريم بيت اهلها وراجع. وتروح معاها ليه؟ ان شاء الله هروح معاها لاني عاوز اعرف بيتها فين، علشان انا عاوزه اتقدم لمريم يا بابا. وقفل الخط وبص لمريم. اطمنتي كده يا مريم ولا اتصل بيه تاني؟ انت عاوز مني ايه بجد؟ عاوزه اتجوزك. يعني هكون عاوز منك ايه يعني؟ برضك مش مصدقاك. وفضلت ساكتة طول الطريق. عدى بتاع شاي وبسكوت. سيف طلب من الولد بسكويت و2 شاي وراح مديها كوباية وقال: خدي من الولد. مش عاوزة. خدي يا مريم. مريم وقتها خدتها وخدت البسكويت. سيف فضل ياكل ويشرب ويستناها تاكل، ما كانتش بتاكل. هو انتي للدرجة دي مش طايقاني؟ ليه بتقولي كده؟ ما انتي مش راضية تاكلي ولا تشربي الشاي. ما هو انا بحب الشاي بارد، مش بحب سخن كده. بعد شوية لما برد فعلا شربته وكلت البسكويت. وفضلوا ساكتين لحد ما وصلوا بلدهم في الصعيد. دخلت البيت بتاع أبوها. وقتها أبوها اتصدم. في يا بنتي؟ ايه اللي جايبك هنا؟ هو انتي مش مفروض في الدراسة دلوك وفي الجامعة؟ ما هو أصل سيف خبط على الباب وقتها وشها أحمر. فتح الباب وقال: انت مين يا ولدي؟
مريم بصت له بصدمة. ده أنا الدكتور سيف عز الدين. أنا كنت جاي هنا علشان أطلب إيد بنت حضرتك. تطلب يد بنتي؟ كيف اللي هتقولها دي يا ولدي؟ زي ما بقولك كده يا حاج محمد، أنا عاوز أتجوز بنتك. محمد فرح بيه قوي ووافق على الجوازة، وفعلا هو جاب أهله اللي وافقوا واقتنعوا بيها لأن لقوها بنت مجتهدة وتستاهل الفرصة دي. ورجع على القاهرة ومعاه مريم، وكان بيتحدى أهله اللي مش عاجبهم الجوازة دي رغم إن أمه وأبوه وافقوا، بس اتحدى الباقيين عشانها لحد ما حبوها وبقت لها مكانة كبيرة عندهم. وساعدها لحد ما بقت الدكتورة مريم دكتورة القلب الكبيرة المشهورة